مين محمد الزبال؟ وليه زبال خارج من 6 ابتدائي جاي نتيجة زنا المحارم؟ صوته وشكله يدل ان مدمن لحس عشرات، ياخد كل الصيت والشهرة دي لدرجة انه يطلع على قنوات اخبارية مشهورة. تعال نحكي لك القصة من البداية. يا ابني هو لما ده احنا الشغل ده هيبقى معاك دولارات. مالك ايه؟ نفسيتي تعبانه ولا ايه؟ هو انت ناسي ان انت بقيت ترند كبير ومشهور دلوقتي ولا ايه؟ لا ما تعملش كده، انت بقيت اشهر مننا دلوقتي ما شاء الله عليك. شيل ايدك بقى ما تعملش كده. للأسف الموضوع أعمق من إنه زبال، شبه المرة الهيجانة اللي بتحكها في أي صبر يريحها لحد ما تزهق منه وتدور على غيره. بل لو ركزت أكتر هتلاحظ علامات كتير تدل إن الموضوع متخطط ليه. أولاً تعال نبص على تاريخ كشري التحرير في السوشيال ميديا، هنلاقي انه بيطلع اكتر من مره ترند في السنه ومواقف بنت متناكه اتشهر بيها، وده اسمه التسويق السلبي عشان اسمه يسمع كتير على السوشيال ميديا. بقول لك ايه، سيبك من كشري التحرير دلوقتي وتعالى دلع طيازك ونتكلم عن الزبال العرس. وقبل ما ابدا عايز نبص انا وانت لشخص خرج من 6 ابتدائي ما كملش تعليمه وشغلته يلم خرا ووسخه البشر وينظف طيازهم بعد ما يشخوا، ويتحول من زبال لشخص مشهور. فهو بيحاول يحافظ على ده لحد ما يجي كرباج يلسوع طيازه اسمه الواقع ويبدا يتنسي، وده اللي هو مش عايزه، فيبدا يصدر نفسه في مواقف ملوش علاقه بيها. وللاسف كل ده نتيجه لطفوله مهمشه وطفل جه نتيجه لزنا المحارم. والقصه بدات لما الزبال اتولد في قريه في ارياف مصر، والعيال بدات تتنمر عليه وتعايره انه جه نتيجه لعلاقه غير شرعيه، والموضوع اثر عليه نفسيا جامد، وكمان عنده اعاقه زي متلازمه داون كلنا عارفين سببها لكن مش هنقوله. وفي الاخر انتهى بيه الحال بيشيل خرا الناس واتطرد من محل كشري لانه زبال. فدي كانت نقطه تحول في الشخصيه، صراحه اعطيها 10 من 10. فكل العوامل دي ساعدت في ظهور محمد زبال اللي مش بعيد نلاقيه بقى مرشح سفير الامم المتحده لسرطان الثدي. وبس كده، دي كانت قصه اشهر زبال عرس ابن متناكه على الانترنت.